بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وزد وسلم وبارك على هدي رسول الله. تعالوا نشوفوا الفيديو ده مع بعض. بيني وبين حاجه خاصه ما بين الاثنين، لكن كل اللي معروض على الفيسبوك ممكن اعرضه، لكن الحاجات اللي هي الشخصيه الخاصه هي اللي دخلت كلمتني. هي دخلت كلمتني والدتها، عشان ابقى برضه واضحه مع حضرتك جدا. والدتها دخلت كلمتني، تمام. قعدت في نقاشات رايحه وجايه بيني وبين والدتها، وبعدين فجاه لقيت هي بتكلمني من الاكونت بتاع والدتها اسمه حبيبه طارق. ايوه. قالت لي معلش كانت ماما قالت لي كذا 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 وبتاع، المهم كلمتك تاني ما ترديش عليها، تمام. بعد كده لقيت مامتها بتكلمني، فانا لقيت كنت اصلا في الشات مش عارفه مين بيكلمني. دي تدخل تتكلم شويه ودي تدخل تتكلم شويه، راحت داخلاني من الاكونت بتاعها. ايوه تمام. الكلام ده يوم 10/5. التوقيت ده انا كنت في المستشفى بتاع الدكتور جمال شعبان. كنت باخد الجرعه بتاعت الMS. التوقيت اللي هو ايه بالظبط؟ التوقيت ده اللي هو قبل قري فتحتي انا ومحمد بيومين. وهي كانت عارفه وبتقولك ان هي عارفه. مين فيكم يا بنات؟ كنت انا منزله بوست واحنا محمد واقف في ظهره، يعني بقى منزله بوست كده، ومين لابس فستان فرح انا ولا ايه، وعلى عليها علامه استفهام وكده. فقالت لي مين فيكم يا بنات اللي هتتجوز جوزي؟ مع العلم هي تفكيرها كله، عشان هي قالت كذا مره ان لقت بينا تجاوزات. هي قالت كده. وحتى تشم النسيم كانت مضايقاها جدا. هي اللي حصل فيها ايه بقى؟ ان هي تلاقي جوزها راجع وتوقيعات على التيشيرت بتاعه. محمد لوحده هي حست ايه؟ 1700 الست باحساس بنتها ملكه راجعه مكتوب على التيشيرت بتاعها. يعني هي حسيت القلم لسه البلندي. انا عايزه اقول لك على حاجه، ما هو احساسها طلع صح في النهايه. لا ما طلعش صح. عارفه ليه؟ لا ما طلعش صح. عارفه ليه؟ لان هي شكوكه مش حلوه. كانت رايحه الايه صاحبتي عملت معاها مشكله اليوم ده. مفتكراها ايه؟ انت هتتجوز ايه؟ انت بتتكلم ايه؟ انت مش حاجه من الكلام ده خالص. يعني بما ان هي صورت التيشيرت وزاد بيننا وبين انا بروح في بيتي وبنام في بيتي عادي ومفيش اي حاجه، تمسك التليفون وتفتح الشات. انا صورتش الجوازات ده ليه؟ ما صورتش ليه حاجه زي كده. طبعا الفيديوهات منتشرة جدا على السوشيال ميديا اللي هي لولا فاني. رد ناري من علا شوشة صانعة محتوى لولا. احساسها وشكلها وجوزها طلع صح. طبعا الموضوع واخد ترند كبير جدا. ازاي في ناس بقى قالت ان انت خطفت رجاله اللي هي لولا، يعني لولا فاني كلمتك؟ هي اللي كلمتني. انا ما بخش كلامها خالص. الشات ده موجود برضه. عايزه تعرضي بيني وبين حاجه خاصه ما بين الاثنين، لكن كل اللي معروض على الفيسبوك ممكن اعرضه، تمام. لكن الحاجات اللي هي الشخصيه الخاصه هي اللي دخلت كلمتني. هي دخلت كلمتني والدتها، عشان ابقى برضه واضحه مع حضرتك جدا. والدتها دخلت كلمتني، تمام. قعدت في نقاشات رايحه وجايه بيني وبين والدتها، وبعدين فجاه لقيت هي بتكلمني من الاكونت بتاع والدتها اسمه حبيبه طارق. قالت لي معلش كانت ماما قالت لي كذا 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 وبتاع، المهم كلمتك تاني ما ترديش عليها، تمام. بعد كده مامتها بتكلمني، فانا لقيت كنت اصلا في الشات مش عارفه مين بيكلمني. دي تدخل تتكلم شويه ودي تدخل تتكلم شويه، راحت داخلاني من الاكونت بتاعها. تمام. الكلام ده يوم 10/5. التوقيت ده انا كنت في المستشفى بتاع الدكتور جمال شعبان. كنت باخد الجرعه بتاعت الMS. التوقيت اللي هو ايه بالظبط؟ التوقيت ده اللي هو قبل قري فتحتي انا ومحمد بيومين. وهي كانت عارفه وبتقولك ان هي عارفه. مين فيكم يا بنات؟ كنت انا منزله بوست واحنا محمد واقف في ظهره، يعني بقى منزله بوست كده، ومين لابس فستان فرح انا ولا ايه، وعلى عليها علامه استفهام وكده. فقالت لي مين فيكم يا بنات اللي هتتجوز جوزي؟ مع العلم هي تفكيرها كله، عشان هي قالت كذا مره ان لقت بينا تجاوزات. هي قالت كده. وحتى تشم النسيم كانت مضايقاها جدا. هي اللي حصل فيها ايه بقى؟ ان هي تلاقي جوزها راجع وتوقيعات على التيشيرت بتاعه. محمد لوحده. انا الواحد بس اللي متوقع على محمد لوحده. الحفله هي كلها. حست ايه؟ 1780. الست باحساس بنتها ملكه راجعه مكتوب على التيشيرت بتاعها. يعني هي حسيت القلم لسه البلندي. عايزه اقول لك على حاجه، ما هو احساسها طلع صح في النهايه. لا ما طلعش صح. عارفه ليه؟ لا ما طلعش صح. عارفه ليه؟ لان هي شكوكه مش حلوه. كانت رايحه الايه صاحبتي عملت معاها مشكله اليوم ده. مفتكراها ايه؟ انت هتتجوز ايه؟ انت
انا ما صورتش الجوازات ده ليه؟ ما صورتش ليه حاجه زي كده. بس يا جماعه نسمعها كمان مره. دي كلمتك؟ هي كلمتني. انا ما بخش كلامها مش لازم موجود برضه. شباب موجود. بيني وبين آية حاجه خاصه ما بين الاثنين، لكن كل اللي معلومه على الفيسبوك ممكن اعرض، لكن الحاجات اللي هي الشخصيه الخاصه هي اللي دخلت كلمتني. هي دخلت كلمتني. والدتها عشان ابقى برضه واضحه مع حضرتك جدا. والدتها دخلت كلمتني تمام. قعدت في نقاشات رايحه وجايه بيني وبين والدتها، وبعدين فجاه لقيت هي بتكلمني من الاكونت بتاع والدتها اسمه حبيبه طارق. ايوه قالت لي معلش كانت ماما قالت لي كذا 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 وبتاع، الماما كلمتك تاني ما ترديش عليها. تمام. بعد كده لقيت مامتها بتكلمني، فانا بقيت كنت اصلا في الشات مش عارفه مين بيكلمني. دي بتدخل تتكلم شويه ودي بتدخل تتكلم شويه، راحت آية داخلاني من الاكونت بتاعها. ايوه تمام. الكلام ده يوم 10/5. التوقيت ده انا كنت في المستشفى بتاعي الدكتور جمال شعبان. ايوه كنت باخد الجرعه بتاعت الMS. التوقيت اللي هو ايه بالظبط؟ التوقيت ده اللي هو قبل قرية فتحتي انا ومحمد بيومين. وهي كانت عارفه وبتقولي ان هي عارفه. وشيلها مين فيكم يا بنات، كنت انا منزله بوست واحنا محمد واقف بظهره يعني بقى منزله بوست كده، ومين لابس فستان فرح انا ولا ايه، وعامله عليها علامه استفهام وكده. فقالت لي مين فيكم يا بنات اللي هتتجوز جوزي. مع العلم هي تفكيرها كله عشان هي قالت كذا مره ان لقت بينا تجاوزات. هي قالت هي قالت كذا. وحتى تشم السين كانت مضايقاها جدا. هي ايه اللي حصل بقى فيها ايه بقى؟ ان هي تلاقي جوزها راجع وتوقيعات على التيشيرت بتاعه محمد لوحده. بس يتوقع على محمد لوحده. الحفله هي كلها. حست ايه؟ 1680 الست باحساس بنتها مليكه راجعه مكتوب على التيشيرت بتاعها. يعني هي زي حفلات الكرم لسه البنندي انا عايزه اقول لك على حاجه، ما هو احساسها طلع صح في النهايه. لا ما كانش صح. عشان ايه؟ لا ما كانش صح. عارفه ليه؟ لان هي شغلها ما كانش حلال. كانت رايحه لآية صاحبتي عملت معاها مشكله اليوم ده مفتكراها آية. انت هتتجوز آية. انت بتتكلم آية. انت مفيش حاجه من الكلام ده خالص. طب حضرتك يعني بما ان هي صورت التيشيرت ونزلت في جوازات بينا ولولا انا بروح في بيتي وبنام في بيتي عادي ومفيش اي حاجه، بتمسك التليفون وبتفتح الشات. انا ما صورتش الجوازات ده ليه؟ ما صورتش ليه حاجه زي كده. بصوا يا جماعه الواحد انا كنت الاول يعني قبل ما اعرف الموضوع ده انا كنت متعاطفه مع لولا على انها كانت عندها مرض مناعي او حاجه زي كده من فتره اللي متابعها، وكانت بتهته وبتقول اللي كان معمول لها سحر او حاجه على الجوازه الاولانيه ان هو، وبعدين اتطلقوا. تمام. وهو مات الله يرحمه الضابط اللي هو كان جوزها. وطلعت قالت يا جماعه ما تفتحوش في الماضي، وانا ما بحبش اجيب سيره حد، والعقار بتاعه وقع عليه. فجأة انا لقيت انا قعدت سمحت الحوار، يعني انا بقيت تايه في الحوار اللي هي مثلا زي ما قالت كده خطفت الرجاله، مش عارفه يعني خطفت واحدة من على او خطفت واحد من على مراته، مش عارفة، وبنته مش عارفة زي ما هي حكت كده. شوية كانت طالعة بوست برضك بتقول فيه سواء جوزي اللي هي معاه ده طلق مراته الاولانية او ما طلقهاش، حقه عادي ان هو يتجوز مثنى وثلاثة ورباع. يعني هي كانت طلعت كده بوست قالت اني هو طلقها، وبعدين رجعت قالت لا ده ما طلقهاش هي مراته الاولانيه. فبتقول للناس يعني سواء طلقها او ما طلقهاش في جميع الحالات هو الراجل يتجوز واحده واثنين وثلاثه واربعه. فحد في التعليقات قال لها طيب مش يمكن ربنا يخليكي تدوقي من نفس الموضوع ده هو ويروح يتجوز عليكي برضك نرجع نقول مثنى وثلاثة ورباعة، فاهمين؟ طبعا في ناس اتهمتها ان هي زي ما قلت خطفت رجاله، وقالوا لها انت الحوار ده كله في الاساس واحده غيرك كانت تتحرج من نفسها وما تطلعش تقول انا اتجوزت وحصل وصل، لان زي ما قالت كده مراته الاولانيه ان هو جه من حفله شم النسيم لقى
التيشيرت مكتوب عليه قلوب بتحبك وتجاوزات واهداءات وحاجات زي كده. فانت حتى لو هتتجوزيه راعي مشاعر الزوجة الاولانية. تمام. في جميع الحالات ان انا الفكرة فعلا مش ان هو يتجوز مثنى وثلاثة ورباع، الفكرة ان هو طبعا قانون، انتوا شفتوا القانون الجديد ان لو حد اتجوز لازم يبلغ مراته الاولانية، ما ينفعش يتجوز كده عبث، لا بيجي لها اخطار من المحكمة ان جوزك هيتجوز، فمن حقك ترفضي ومن حقك توافقي، ولو هترفضي هتطلقي ولا ايه، وبيبقى في حوارات مع الزوج والزوجة، يعني متبقاش الموضوع سبهلله كده. طبعا الناس خدتها من منطلق تاني خالص اللي هي يلا نفسي، اللي هو دلوقتي يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه، سواء بقى هي كانت صاحبتها الصديق بتاعها، اللي هي الناس دلوقتي يا جماعه يلا نفسي، اتجوز الحق الجوازه، ماليش دعوه بقى بنفسيه مراته ببنته بحياته الشخصيه، اطلع اتصور معاه على الفيس وانزل صوره واغصها واقول يا جماعه مين اللي يا ترى مين اللي هيجي، يا ترى هيتجوزني انا ولا صاحبتي، وتغصها. يعني حتى كده اعترفت اهي، ما هي قالت حتى ان مراته وحماته طلع شكوكها في محله ان انت خطفت رجاله او ان انت هتتجوزيه، وبتعملي ايموشن وبتعملي تلميحات. فزي ما بقول يا جماعه في الزمن ده الكل يلا نفسي بقى، محدش بيراعي نفسيه حد، محدش بيراعي، كله انا وبعدي الطوفان، الا من رحم ربي برضو، عشان ما نقولوش لا، في ناس محترمه جدا، في ناس راقيه، في ناس بتحط نفسها في يعني في نفس الموقف ده. ما انا ممكن يحصل لي نفس التجربه، ما انا ممكن جوزي مثلا يروح يتجوز عليا في الستر او في الجرة. وفي ناس كمان قالت ان هي كمان ما كانتش اصول ان هي تطلع وتتكلم في الموضوع ده، لان الموضوع زي ما قلت بيمس كرامة مراته الاولانية، بيمس نفسيتها، بيجرحها تحت اي مستوى او تحت اي يعني مهما اتكلمنا لازم نراعي مشاعر الزوجة الاولانية. لكن زي ما قلت كله الا من رحم نفسي بيغامر، انا وصحتي او انا واسرتي او انا ومستقبلي او سعادتي، حتى لو كان على حساب الناس التانية. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يا ريت تقولوا لي في التعليقات ايه رايكم على موقف لولا من زواج زوجة تبقى زوجة تانية، وهل هي مريضة نفسيا او استفزاز للزوجة الاولانية.